بنات ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا حبايبي. انا جايبه النهارده معايا 3 كيلو طماطم. غسلتهم كويس واقطعهم واضربهم في الخلاط واسبكهم على البوتاجاز واعملهم صلصه في التلاجة. وبعد يا بنات ما ضربنا القوطه في الخلاط اللي هنسبكها، سخنت حله على النار وهصب فيها القوطه تتسبك. هنسيب بقى القوطه تتسبك على النار كده ونرجع لكم تاني لما تتسبك عشان ما اطولش عليكم الفيديو. هرجع لكم تاني. وبعد يا بنات الطماطم سبكتها على النار، نشفت خالص اهي، بسم الله ما شاء الله. هطفي عليها البوتاجاز واسيبها تبرد واعبيها في اكياس. السلام عليكم يا بنات. بعد ما الطماطم خلصت وبردت خلاص طلعناها. هنحطها في كيس التخزين. طبعا انا عامله كميه بسيطه بس عشان اوري للبنات الحلوين الصغيرين اللي ما بيعرفوش يعملوا الطماطم ويخزنوها يعني. طبعا ال3 كيلو طلعوا لي كميه بسيطه خالص كده يا بنات. هنا بقى شايفين الكيس اهو، كيس التخزين اهو. بسم الله الرحمن الرحيم يا بنات، بسم الله الرحمن الرحيم. هنطلع منه الهواء خالص وهقفله كده. هقفله كده يا بنات. شايفين الكيس طلع ازاي؟ بالشكل ده كده. هنخلص كل الكمية. بسم الله الرحمن الرحيم. في ناس بيصفوا الطماطم يا جماعة وبيقشروها. انا لا بصفيها ولا بقشرها، انا بعملها كلها بخيرها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بطلع الهواء كده من الكيس كده الاول قبل ما اقفله. اهو يا بنات. ده يا بنات بعد ما خلصنا خلاص. هما ال3 كيلو طلعوا 2 كيلو ونص بس طماطم، طلعوا لي 3 اكياس حلوين اهمت. اللي عايز بقى يا بنات يعمل منهم واحد كاتشب، يعمل ايه بقى؟ يحط فيه سكر يدوبه كويس، يبقى ده الكاتشب بقى خلاص. يبقى فيه صلصه وفيه كاتشب عندنا ان شاء الله. طبعا انا عملت كميه بسيطه بس عشان اوريكم هي بتتعمل ازاي، لكن هي يا بنات اعمل معاكم كميه كبيره بعد كده ان شاء الله لما اجي اخزن. يا رب يا بنات تكونوا استفدتوا النهارده. بحبكم في الله يا حبايبي. سلام عليكم.